يعرف بالاتصال بالأزمات. لذلك فإن الاتصال المؤثر والفعال بهذا الجمهور من خلال وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الأخرى يؤدي حتما إلى نتائج إيجابية ومنحوسة عند إدارة أي أزمة مهما كان نوعها. إن سلك الحماية المدنية وكغيره من القطاعات الأخرى واكب ولا زال يواكب مختلف التحديات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة من خلال انتهاء استراتيجية السيد المدير العام الجديدة المتمثلة في عصر الصحافة بكامل أطيافها على مستوى ولاية وهران ترافق مدير الحماية المدنية في مختلف تدخلات الحملات التأسيسية بصريح العبارة أنه من عيبهم فالشكر موصول لكم وبارك الله فيكم على أن تتم تدخلات السيد المدير الفرعي على مستوى كافة وسائل الإعلام. فيما يخص هذه الايام الدراسيه التي اعلنتها مديريه الحمايه المدنيه لولايه وهران موجهه لضباط المكلفين بالاعلام لولايه غرب الوطن ووسط غرب الوطن. 11 ولايه حاضره في هذه الايام الدراسيه لاحضار في التكوين في عده مجالات وعده نقاط خاصه بالازمات، خاصه بالكوارث، لا سيما تحت عنوان الاتصال في هذه الازمات. مهم جدا، هما كلمتين لكن تتطلب عمل جبار ومهم جدا من كل النواحي للتحكم في تقنيه الاتصال في حالة الأزمات، خاصة معرفة الأخطار الكبرى في الجزائر. ما هي الأخطار الكبرى في الجزائر؟ عددهم، ما ينص عليه المشرع الجزائري من تنظيم وتشريعات فيما يخص الأخطار الكبرى في الجزائر والتكفل بها، ما موجود من مخططات النجدة وكيف يتم تفعيلها، وما هي مكونات مخططات النجدة ومختلف المقاييس المكونة لمخططات النجدة، بالإضافة إلى فيما يخص تقنية الاتصال. هناك جانب عملي وهناك جانب النظر. نقيب بلال عبد القادر مكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية وهران، تحت ظل مديرية الحماية المدنية لولاية وهران على مستوى المجمع البيداغوجي فعاليات الأيام الدراسية تحت عنوان الإعلام في الأزمات لفائدة الضباط المكلفين بالإعلام على مستوى 11 ولاية من الغرب الجزائري ووسط الغرب الجزائري والمنظمة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية، وتدخل في إطار تحيين وتقييم المكتسبات لفائدة الضباط المكلفين في الإعلام، حيث سيتم تقديم مداخلات ودروس من طرف ضباط وإطارات المديرية العامة للحماية المدنية تخص بالدرجة الأولى الأخطار الكبرى في الجزائر، كذلك مخططات تنظيم النجدة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى كيفية استغلال واستعمال تكنولوجيات الإعلام الحديثة خاصة فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي. الملازم سلاح رشيد المكلف بالإعلام والتوجيه لدى مديرية الحماية المدنية لولاية. شاركت مصالحنا ومديرية الحماية المدنية لولاية خلال الأيام الدراسية المنظمة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية لفائدة الضباط المكلفين بالإعلام، وهذا توازيا للاستراتيجية المنتهجة من طرف المدير العام للحماية المدنية في إطار تكثيف المجهودات الخاصة بالإعلام خلال الأزمات، وهذا ما نستقبله ويكون له إن شاء الله صدى إيجابي لفائدة الإعلام بصفة عامة ولفائدة القطاع جهاز الحماية المدنية بصفة خاصة. جميلة عبودي مديرية الحماية المدنية لولاية تلمسان. إذا نحن متواجدين في مقر مديرية الحماية المدنية لولاية وهران من أجل الأيام الدراسية الخاصة بالإعلام في الأزمات والتي تخصص من أجل ضباط المكلفين بالإعلام على مستوى مديريات الغرب الجزائري ووسط الغرب الجزائري من أجل تحيين المكتسبات وتبادل المعارف في إطار الإعلام في الأزمات. الملازم كريم بن فحسي مكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية. نحن رانا على مستوى ولاية وهران في إطار اللقاء الثاني للمكلفين بالإعلام لولاية الغرب الجزائر من أجل إعطائهم مجموعة من الخبرات والتجارب والكفاءات التي تساعدهم على أداء أدوارهم بكفاءة، خاصة فيما يسمى بالإعلام والاتصال في إدارة وتسيير الكوارث. بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الحماية المدنية أثناء الكوارث والأزمات في جانب التدخلات والجانب العملي، فإن للجانب الإعلامي دور كبير، ولذلك اليوم ارتأت المديرية العامة للحماية المدنية لتنظيم هذه الأيام الدراسية حول الإعلام أثناء الأزمات لفائدة المكلفين بالإعلام. تندرج هذه الأيام الدراسية في عملية تكوين وعملية اكتساب الخبرات والتقنيات الجديدة ومواكبة كل ما هو جديد في جانب الإعلام، خاصة أثناء الأزمات التي تعرف خاصية
مختلفة عن الحوادث الأخرى. كل هذا لتبادل الخبرات ما بين مكلفين الإعلام في الولايات وكذلك اكتساب معلومات جديدة.